انا جاي النهارده اكلمكم عن صنف السيوي. صنف السيوي طبعا صنف محبب لينا كلنا وكل اهالينا في الصعيد وكل الدنيا في مصر، احنا متعودين عليه طول العمر يعني. الصنف ده من الاصناف النصف جافه المميزه جدا، ويمكن يعتبر هو ملك التصدير بالنسبه للاصناف المحليه في مصر، وهو واخد نصيب الاسد فيها. وفي نفس الوقت هو شغال معانا في سيوة وفي الفرافرة وفي الواحات وخارجة والداخلة وكل الصعيد الحمد لله رب العالمين. احنا زي ما اتفقنا الاصناف النصف جافة بتحتاج جو شديد الحرارة وجفاف عالي علشان توصل لمرحلة من النضج كويسة. وبنقول عادة على الاصناف النصف جافة ان هي شديدة الحساسية للحرارة والجفاف، وبناء عليه ده بيأثر على الثمرة نفسها. يعني احنا نفس النخلة دي لو رحنا خدناها في سيوة هتدينا لون وهتدينا طعم، ولو رحنا وديناها الواحات البحرية هتدينا طعم مختلف يعني محبب ليا، او يمكن انا عشان اشتغلت في الواحات فترة. ولو خدناها في الخارجة والداخلة وفي باريس والحتت دي بنروح بنلاقيها ان هي بنقول عليها مطوقة، بتبقى حته صفراء وحته بني وبيبقى جافه اكتر واكتر، وبتبقى احسن في التخزين. يعني بتاعه الواحات بتحتاج ثلاجات شويه، بتاعه قبلي لا ممكن ما تحتاجش ثلاجات قوي، بس تبقى جافه اكتر. وهتلاقي كل واحده فيهم بالوان مختلفه وكل واحده فيهم بطعم مختلف، وهي مثاليه جدا جدا جدا. وينفع عليها عمليات الزراعيه زي عمليه الخف. الخف بيحجمها بيوصلها لمرحله شبيهه بالنخله الصقعي، والنخله الصقعي دي مميزه جدا جدا في التصدير يعني. فبنقدر ان احنا نوصل منها لجوده عالميه قابله للتصدير بشكل كويس قوي الحمد لله. المهم انا اتمنى اكون افدتكم، ولو في عندكم بقى اي استفسارات كلمونا او اعطونا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا يا خدمات، السلام عليكم.